النهاردة عندنا فيديو مميز جدا جدا وحلو قوي للمبتدئين. هنعرف مع بعض النهاردة ازاي هنسلق الفراخ وهنحمرها كمان، وهنعمل في الفيديو معانا شوية رز زي الفل الحبة والحبة. بس نكملوا الفيديو للآخر عشان نعرف كل تفاصيل وكل تكات الفيديو بتاعنا النهاردة الجميل ده. هنحضر مع بعض. أول حاجة مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. هيكون معانا فرخة اكيد منضفينها كويس جدا جدا وفتحينها وغسلينها مرة واتنين وتلاتة وحطينها في محلول النقع بتاعنا. وبعد ما نشطفها نحضر معانا بصل ومعانا طماطم متقطعة ومعانا التوابل بتاعتنا ومعلقة من السمنة او الزبدة. هنجيب حلة على النار وننزل فيها بالسمنة بتاعتنا، وبعد كده ننزل بالتوابل بتاعتنا هنقول لكم عليها كلها، وننزل بالبصل والطماطم متقطعة زي ما انتوا شايفين كده. معانا بقى ورق لوري ومعانا فلفل اسود، دي اهم حاجة، ومعانا بهارات فراخ، ومعانا نص معلقة من الكمون، واللي عنده قرنفل حب اللي هو المسمار ممكن يضيفه. وبعد كده ننزل بالفرخة بتاعتنا متقطعة ونقلبها مرتين، وبعد كده نغطي عليها لغاية ما تنزل المية بتاعتها. في الوقت ده بتكون ريحتها قلب الدنيا، وان شاء الله هتعجبكم. وهنعرف كمان مع بعض في الفيديو ده سر لونها وسر تحميرها اللي زي بتاع المطاعم الكبيرة والمحلات، ان شاء الله هتعملوه بنفس الطريقة. طبعا بيكون في الوقت ده عاملة حلة مية على النار بتغلي، نغطي بقى الفرخة بيها كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا نظبط الملح بتاعنا ونضيف ربع معلقة من السكر. ما تخافوش من ربع معلقة السكر، دي هتفتح الأنسجة وهتخلي اللحمة بتاعتنا او طعم الفرخة بتاعتنا مسكر جدا وزي العسل، ومش هيبان اللي هو سكر يعني سكر جامد، لا هتبقى جميلة جدا وان شاء الله تجربوها. طبعا نظبط الملح بتاعنا. وانا بحب في الوقت ده البصل الصغير جدا، احنا بنحبوه نسلقه معاها ونحمروه زي ما هتشوفوا في الفيديو معانا. اول ما نحطها بقى على الجنب النار تستوي، في الوقت ده نعمل الرز الحبة والحبة. طبعا معانا كوبايتين من الرز المصري، ومعانا معلقة زيت ومعلقتين من السمنة. تمام. في الوقت ده انا بنكون غاسله كوبايه من الرز او اقل، احنا بنحب الرز المحمر او الرز الحبه والحبه قد بعض، المحمر قد الابيض. تمام. نغسل كوبايه من بدري واسيبها تتصفى، في ناس مش بتغسله بس بصراحه انا بغسله. تمام. ننزل بقى كده بعد ما نعمل ميكس بين الزيت والسمنه، ننزل كده بالرز بتاعنا المصري المغسول ومتصفي كويس جدا جدا. وطبعا التقليب المستمر علشان ياخد اللون كله يكون لون موحد وزي الفل. ده طبعا فيديو مميز جدا جدا للمبتدئين اللي عايزين يدخلوا المطبخ. حاجة سهلة جدا، شوية رز حبة وحبة او رز محمر زي ما بتسموه، وكمان طريقة سلق الفرخة علشان يكون طعمها حلو قوي وشربتها زي الفل ورايقة زي ما هتشوفوها في الفيديو. طبعا هنقلب كويس جدا جدا في الوقت ده اللون المطلوب اللي هو الذهبي زي ما انتوا شفتوه. ننزل بقى بالرز الابيض بتاعنا ونقلبه كويس جدا جدا. عايزين في الوقت ده اللي انتوا تضيفوا الشوربة لو زيادة عندكم تضيفوها على الرز. تمام. عايزين تضيفوا مية مغلية براحتكم ان شاء الله، ده بيكون حلو وده بيكون احلى. ونظبط طبعا ونلاحظ ان الشوربة بتاعتنا حاطين لها ملح ومتظبطة، هنضيف بس حاجة بسيطة جدا من الملح ونغطي عليه. اول ما يغلي زي ما انتوا شايفين كده نهدي النار شمعة علشان ما يتحرقش مننا. نهديه بقى يستوي على جنب، وبعد كده الفرخة بتاعتنا اهي استوت وزي الفل. ندخل بقى على التحمير علشان نقول لكم ايه سر لونها الجميل بتاع المطاعم وكل حاجة. طبعا معانا كوباية من الدقيق، عليها حبة ملح صغيرين جدا، ولو عايزين تضيفوا معلقة من النشا تمام. انا استكفيت بكده، يا دوب تعفيرة كده من على الوش وننفضها كويس جدا جدا وننزل بيها بالزيت. والف هنا على قلبكم يا رب. فيديو مميز ان شاء الله يعجبكم ونقول حسن رضاكم، وتكتبوا لي في التعليقات كمان. واللي ما اشتركش في القناة ممكن يشترك. ولو وصلت لحد هنا اعرفكم نفسي، انا اسمي اميرة. لو مشتركتوش في قناتي وتنوروني وتدوني الاشتراك وتحطوا لي لايك للفيديو. وطبعا البصل اهو زي ما انتم شايفين بحمره بقى كده بره اللحمة بيكون زي الفل، وشوية الرز زي العسل يستاهلوا بقكم. والفرخة لونها جميل جدا، وطبعا الكاميرا ظلمها والاضاءة عندي مش تمام كويس جدا يعني. تمام. واحلى شويه شوربه نعصر عليها ليمونه كده
والف هنا على قلبكم يا رب. بصوا الرز بتاعنا مفلفل جدا وزي الفل. اتمنى تجربوا الفيديو، ومن النهارده للفيديو الجاي اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.